السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير 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 قد كده اهو. وحشني والله. كل سنة وانتم طيبين. جايلكم فيديو جديد، وقبل ما نبدأ الفيديو نصلي على رسول نسمي الله. طبعا احنا هنعمل مع بعض المكرونة البشاميل. انا عملتها معاكم قبل كده، كانت طلبت مني يا حبايبي، طلبت مني، لكن انا اسفه اتاخرت عليكم. يعني انا طلبت مني بقالها وقت وانا ما عملتهاش بصراحه بسرعه، فانا دلوقتي هعملها اهوت. معايا هنا حبايب قلبي الكيسين المكرونه، سلقتهم قبل ما اسلقهم. انا كنت حاطه ميه تغلي على النار، وقمت حاطه حبه ملح في قلب الميه، وبعدين قمت سقطت المكرونه بتاعتي. مكرونه تبقى اقلام يا حبايبي، تمام. وبعدين هنا بقى نعصق اللحمه بتاعتنا. ما ننزل باللحمه كده معلقتين من الزيت، وننزل باللحمه بتاعتنا، اللحمه المفرومه، نشوحها زي ما انتوا شايفين كده لحد ما تاخد صدمه. وننزل بالبصله بتاعتنا، وايه نقلبهم كويس على بعض كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قبل ما انسى حبايبي، متنسوش لايكات وتشتركوا في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. ولايك لايك 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 كتير 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 كتير. هنا خلاص نزلت معلقة الثوم، ونزلت بالفلفل بتاعي. كان معايا عندي فلفلتين قطعتهم كده، بتخلي طعم اللحمة جميلة جدا جدا يا بنات. جربوا بس الطريقة الجميلة دي، هتاكلوا احلى مكرونة بشاميل من ايديكم الحلوين. خلاص يا حبايبي، هنا بقى خلاص اللحمة بتاعتي هحط لها البهارات بتاعتها. عبارة عن معلقة من الملح، معلقة من البابريكا، معلقة من الكمون، معلقة من الكزبرة الناشفة، معلقة من بهارات اللحمة. وتقلبي كويس جدا 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 لحد البهارات بتاعتي تندمج مع اللحمة. وريحتها تحفة تحفة يا بنات، بسم الله ما شاء الله، والله كانت مغرقة البيت كله. يلا بينا نشوف هنعمل ايه تاني. هنا معايا 4 قطع من الزبدة الصفراء او الزبدة البيضة اللي متوفر عندك. ومعايا هنا انا بحط يعني ايه، انا عارفه المقدار بتاعي على طول، يعني بحطه بالوهم، بس علشان انتوا لاول مره يعملها. بصوا، علشان انتوا اول مره تعملوها مثلا، اللي هيعملها انا حطيت لو مش متوفر عندك الزبده، حطي 8 معالق من الزيت، عليهم 8 معالق من الدقيق. هيطلع معاكي البشاميل تحفه 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 تحفه. وتقلبي كويس زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، وعلى نار هاديه جدا علشان البشاميل ما يكلكعش منك. وزي ما انتوا شايفين كده بتسيل معايا ازاي، يعني هي كانت يعني كانت متماسكة، وبسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. إيه بقت حلوة ازاي معايا هيت. خلاص، هنفضل بقى نقلب فيها لحد ما ريحة الدقيق يطلع كده. هنضيف اللبن بتاعنا، كيلو لبن، علشان البشاميل يبقى تقيل كده حلو كده في المكرونة وكتير. لازم تعملوا الخطوات اللي انتوا مش اعملوا نفس الخطوات بتاعتي. طبعا كلامي للمبتدئين، كلنا بنعرف نعمل بشاميل، تمام. فهنفضل بقى نقلب كويس، وايديك فيها ما تسيبيهاش وتمشي خالص، ايديك فيها كده لحد ما تحسي اني خلاص بتطلع كده زي ما انتوا شايفين كده. تمام يا قلبي، كده خلاص بقى هضيف اللبن بتاعي. كيلو لبن كده احطه كده، كيلو محترم، حبة حبة بحبة لحد ما يوصل للقوام اللي انا عايزاه. هتشوفوا برضو القوام مش هيبقى يعني اللي هو التقيل. هتشوفوا الوقت معايا. خلاص، هنا المكرونه كانت اتسلقت وصفيتها. طبعا انا ما غسلتش المكرونه بتاعتي، ما بتتغسلش يا بنات، يا دوبك بتصفيها كده وتحطيها بقى تجهز للصينيه بتاعتنا. خلاص، هنا ضفت مكعب مرقه ورشه من الملح على طرف المعلقه زي ما انتوا شايفين كده، ورشه من الفلفل الاسود. خلاص يا بنات،
ونقلبهم كويس مع بعض بقى، نبدأ نقلب لحد ما تحسي ان القوام بيتقل معاكي، لكن احنا مش عايزينه تقيل قوي، مش عايزينه تقيل قوي. انا كده ضفت الفلفل الاسود، خلاص انا مش هضيف اي بهارات تانية. هو نطرة الملح اللي انتوا شفتوها، ونطرة الفلفل الاسود، ومكعب المرقة، وما شاء الله بقى طعمها هيبقى مظبوط ومية في المية. قوليلي بقى ليه يا سارة انتي ما بتغسليش المكرونة بتاعة البشاميل؟ هقولك علشان احنا عايزين النشا بتاع المكرونة علشان المكرونة تبقى متماسكة معايا. كل سنة وحضراتكم تمام يا حبايب قلبي. تمام. وانا اسفة على التأخير، القوام بتاعها هيبقى بالشكل ده يا بنات. خلاص القوام بتاعها هيبقى بالشكل ده تمام، علشان البشاميل اللي يطلع يعني حلو معاكي كده، ويبقى طعم المكرونه حلو. هنا معايا الصينيه دهنتها ماده دهنيه، يعني دهنيها زيت سمنه اللي انت عاوزاه، وهنحط طبقه كده على الارض ونغرقها بشاميل. هنحط 3-4 معالق كده بشاميل على المكرونه كده، نغرقها في بعض علشان المكرونه تبقى شاربه بشاميل كده وطعمها جميل، وتبقى تجنن بقى حبايبي. تمام. ما تنسونيش بقى تقولي ايه رأيكم في الكومنتات، وانا عجبكم الفيديو قولولي ايه رأيكم. بقلب كده البشاميل اللي في المكرونة كده، واعمل الطبقة دي واظبطها كده، وابدأ احط اللحمة بتاعتي كلها، وارجع اعمل الطبقة التانية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واظبط الصينية كده بقى واسويها علشان تطلع الخرطة بخرطتها. خلاص كده حبايبي لحد كده معايا، يا رب تكونوا بتستفادوا مني وبفيدكم يا رب. برضو انا يعني انا اسفه على التاخير، والله انا مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه، انا اتاخرت عليكم. هنا البشاميل بتاعي كده اهوت، نبدأ بقى ننزله على المكرونة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واسوي البشاميل على المكرونة بالشكل ده. وطبعا هفتح الشواية والفرن، وادخل الصينية بتاعتي وتطلع بالشكل الرائع ده. ايه رأيكم يا بنات؟ قوليلي بقى في الكومنتات ايه رأيكم. هقطعها بقى، ومع الف سلامة، باي باي.